في الساعات الأخيرة كان السؤال اللي بيشغل كل الصحف العالمية وكلها بتحاول تجاوب عليه: مين هيجتاح مين الأول؟ إسرائيل هتجتاح جنوب لبنان الأول بري، ولا قوات الحزب هتجتاح شمال إسرائيل بري الأول؟ والسؤال الثاني هو: قوات الحزب أصلا عندها قدرة على الاجتياح بعد سلسلة الاستهداف الأخيرة وإن إسرائيل خلصت على أغلب القادات؟ وليه كل وصف إن جنوب لبنان هيبقى فخ لإسرائيل؟ وهل فعلا إيران بعت الحزب؟ وهل هتنجح امريكا وفرنسا في اقناع نتنياهو ولبنان بوقف اطلاق النار؟ لو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير واكتب في تعليقات وصلك وساعد الفيديو في الانتشار. علشان اجاوبك على اول سؤال: مين هيجتاح مين الاول؟ خليني اقول لك اخر التطورات والوضع دلوقتي في المعركه شكله ايه. الاول ان اسرائيل اتبعت استراتيجيه في المواجهه، وهي استهداف وانها تخلص على الصف الاول من قوات حزب الله، ودول مش اي قادات، دي قادات النخبه. يعني اسرائيل الاسبوع اللي فات خلصت على ابراهيم عقيل الرجل الثاني في الحزب، وده قائد قوات الرضوان، وخلصت كمان على قائد منظومه الصواريخ في الحزب، وفي نفس الوقت كثفت القصف الجوي في جنوب لبنان وضغط على السكان عشان يسيبوا منازلهم، يعني من الاخر هجرتهم. تخيل ان اسرائيل اخترقت اذاعات لبنان وقالت لسكان الجنوب ما ينفعش تواجدوا جنب قوات حزب الله، وده عشان مصلحتكم. وطبعا اغلب السكان مشي. طب حزب الله دلوقتي موقفه وقع على الارض. خليني اقول لك ان حزب الله ما قدرش ينكر ان الضربات كانت شديده وموجعه، لكن مثلا عندك وكاله رويترز وصفت ان حزب الله قدر يصمد قدام الضربات القاسيه اللي وجهتها اسرائيل ليه، لدرجه ان حزب الله اطلق صاروخ باليستي وده من نوع قادر واحد باتجاه مقر قياده الموساد نفسها، المقر اللي شهد فيه الاتفاق على ضرب قيادات الحزب. وكانت رساله واضحه من الحزب الاسرائيلي: خلي بالكم انتوا مش في نزهه. لكن رغم كده الا ان الجيش الاسرائيلي كان مستمر في حشد قواته، وده اللي قاله قائد الاركان الاسرائيلي. قال ان هو استدعى لواءين احتياطيين كاملين عشان ينفذ مهمات في الشمال، وكمان مستعد لاجتياح البر. لكن خلي بالك صحيفه بوليتيكو الامريكيه قالت ان اداره بايدن ما رصدتش علامات جاده ان في اجتياح بري هيحصل خلال الايام الجايه، لكن برضه اسرائيل بتنفذ نفس سياستها اللي عملتها في غزه قبل ما تخش بري. لكن برضه موقع الحره الموقع الامريكي قال ان اسرائيل بتعمل نفس اللي عملته في غزه، سياسه الارض المحروقه، انها تضرب جنوب لبنان وتسويه على الارض عشان تسهل مهمه الاجتياح البري. لكن هل فعلا اجتياح اسرائيل لجنوب لبنان بري هيبقى بالسهوله دي؟ وكاله رويترز قالت في تقرير مهم ليها ان ده هيبقى صعب على اسرائيل، لان حزب الله استعد بقوه للضربه. حتى استهداف قياداته مش هيأثر عليه بالشكل المتوقع اسرائيل، لان حزب الله درب مجموعه من المقاتلين ونشرهم في الصفوف الاماميه للمعركه. المجموعه دي بتتركز في عدد قليل جدا من القرى اللي على الحدود. المجموعه دي قادره على محاربه القوات الاسرائيليه لفترات طويله، والمجموعه دي مدربه انها تحارب بدون تعليمات من القياده، يعني من الاخر مدربه على حرب العصابات. وان حزب الله بيكرر نفس اللي عمله في عام 2006، ونفس المجموعات دي صمدت قدام اسرائيل لفتره طويله على الخطوط الاماميه، وده كان سبب في انتصاره. وكمان رويترز بتقول ان حزب الله وسع شبكه انفاقه لدرجه ان المقاتلين فيها بينقلوا منصات الصواريخ اللي وصل عددها وفقا للكونجرس الامريكي 150,000 صاروخ بمختلف انواعهم، قوتهم ودقه الاستهداف. غير ان الحزب كمان مخترق اسرائيل من الداخل وعارف ازاي يستهدف الاماكن الاستراتيجيه. وبتقول رويترز ان الفرق بين انفاق غزه ولبنان فرق كبير جدا. ان غزه الانفاق فيها اتحفرت يدوي بتربه رمليه، لكن الانفاق في لبنان اتحفرت بعمق في صخور الجبال، وده يخلي مهمه الوصول ليها صعبه، وده على عكس غزه. والسؤال الاهم دلوقتي هي فين ايران من كل ده؟ هل سلمت حزب الله لاسرائيل على طبق من الذهب ولا ما تخلتش عنها؟ موقع اكسس الامريكي بيجاوب على السؤال ده وبيقول ان اول المواجهه حزب الله لما لقى ضرب جديد عليه راح كلم ايران وقال لهم: هو انتوا هتفضلوا واقفين كده ولا ايه؟ تتفرجوا علينا؟ ده افضل وقت تخشوا وتهاجموا في اسرائيل. لكن الموقع بيقول ان القيادات في ايران ردت عليهم وقالت لهم: لا والله ده وقت صعب جدا نخش فيه، لو هاجمنا دلوقتي بشكل مباشر هنلاقي الامريكان داخلين في المواجهه وهنتجر الحرب مباشره، واحنا مش خطتنا نعمل ده دلوقتي، خاصه ان الظروف الاقتصاديه عندنا صعبه وبعافيه، فخلينا زي ما احنا ندعمكم بالسلاح بمعلومه تفيدكم بدعوه حلوه، لكن نهاجم معاكم لا.
نهاجم بشكل مباشر ونتورط في حرب مباشره مع امريكا؟ لا. لكن طبعا الموقع بيقول ان كل حاجه وارده في السياسه، ممكن بكره نلاقي هجوم ايراني مباشر لحمايه اهم حليف ليها في المنطقه وهو حزب الله. لكن ايه موقف امريكا والغرب من العمليه البريه اللي بتهدد اسرائيل بيها وانها هتنفذها في جنوب لبنان؟ موقع اكسس الامريكي برضه الف تقرير تاني ان بايدن مش عايز وجع دماغ، خاصه انه خلاص في اخر ايامه في الرئاسه ومش عايز يسيب الرئاسه والمنطقه داخله في حرب بجد، خاصه العمليه البريه في لبنان دي هتفتح جبهات كتير جدا. وبرضه بايدن مقتنع ان نتنياهو متردد يخش جنوب لبنان بري. فعشان كده وكاله فرنسا بريس قالت ان فرنسا والولايات المتحده اقترحوا هدنه لمده 21 يوم، وان خلال الهدنه دي هتبدا المفاوضات وهيسافر وزير خارجيه فرنسا للبنان عشان يقنع حزب الله ان هو ما يصعدش، وده مش بشكل مباشر لكنه هيتكلم مع الحكومه اللبنانيه والمجموعه الداعمه لحزب الله. لكن هل اسرائيل ممكن توافق على الهدنه دي؟ خليني اقول لك ان في انقسام كبير جدا في حكومه نتنياهو كالعاده. يعني مثلا القناه 12 الاسرائيليه قالت ان نتنياهو اصدر قرار بتخفيف حده الضربات الجويه في لبنان عشان المفاوضات تمشي شويه. طبعا الكلام ده ما عجبش الوزراء المتشددين في حكومته زي وزير الماليه سومتريتش اللي فورا كتب تويته وقال فيها ان وقف اطلاق النار بيخدم الحزب ما يخدمش اسرائيل. وطبعا حزب الليكود المجموعه المتشدده فيه سربت اخبار ان لو نتنياهو وافق على وقف اطلاق النار احنا هنعرقل الميزانيه بتاعه الحكومه في الكنيست، يعني الحزب الحاكم هيعرقل ميزانيه الحكومه، يعني وقف ضد رئيسه نتنياهو. طب ايه موقف حزب الله؟ حزب الله حتى الان لم يصدر عنه بيان بشان الهدنه، وكانهم منتظرين ايه تفاصيل الهدنه وبنودها، هل هيرفضوها ولا لا. لكن وانت بتتابع الحرب اللي في لبنان هتسمع كتير جدا على القرار 1701. هتلاقي اسرائيل ولبنان عاملين كل شويه يطالبوا بتطبيقه، وهتلاقي الامريكان بيحوموا حوالين القرار ده عشان يطبقوه، وهتلاقي الهدنه اللي هم عاملينها اللي لم تعلن بنودها حتى الان فيها تفاصيل القرار ده. طب ايه القرار ده؟ في عام 2006 عشان مجلس الامن يوقف الحرب بين لبنان واسرائيل راح اصدر قرار 1701 اللي قال فيه ان الجيش اللبناني هو اللي انتشر على الحدود المشتركه مع اسرائيل هما وقوات اليونيفيل اللي هي قوات الامم المتحده، وده شرط لوقف اطلاق النار، وان تكون المنطقه بين الخط الازرق ونهر الليطاني منزوعه السلاح، يعني اي جماعه لبنانيه يتنزع منها السلاح زي حزب الله. لكن الغريب ان كل طرف كان بيقول ان الثاني ما احترمش القرار. اسرائيل بتقول ان لسه حزب الله مسلح ولسه برضه منتشر على الحدود، ولبنان بتقول ان اصلا اسرائيل ما طبقتش بشكل شامل القرار، يعني لسه متواجده في بعض الاراضي اللبنانيه وبتعتدي على السياده اللبنانيه وكمان بتستهدف المدني، وكل واحد بيتهم الثاني بتجاهل القرار. هل الايام الجايه هيطبق القرار؟ وهل فرنسا وامريكا هيعرفوا يعملوا هدنه، ولا هنشوف سنه ثانيه من حرب شرسه زي اللي حصلت في غزه بس المره دي في لبنان؟ شاركونا برايكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما لايك وشير، وتابعونا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.